جنجيانا آزادي. هر بشیش ما همو حواله گناهات کلام برخوردانه دنه. هر بشیش ما همو حواله گو بشیا بلان خیانت سکینینه. بمر خیانتای گو ادوب حچه بشیا کرد. فهو يقوم بقصف كل البلدات والمدن والقرى الحدودية مستهدفا السكان الآمنين، فقد أخذ على عاتقه ترويع كل ما هو آمن، وإضافة إلى ترويع الآمنين اتبع أساليب أخرى تتمثل بتجويعهم من خلال حرق المحاصيل وتعطيش المناطق أرضا وشعبا عن طريق قطع المياه. كما اتبعت في حربها أيضا أساليب جديدة هي بث الفتنة وضرب الاستقرار، وما يعرف بالحرب الخاصة الطابور الخامس الذي تستخدمه السلطة للإطاحة بالمجتمعات من الداخل. إن هدف هذه المحاولات هو إفشال مشروع الأمة الديمقراطية الذي تبنته شعوب المنطقة والإساءة إلى قواتنا المدافعة عن الأرض والعرض. كما تستمر دولة الاحتلال التركي ومنذ نيسان المنصرم في شن عملية عسكرية واسعة ضد أراضي جنوب كردستان بهدف احتلالها، إذ بعد عجزهم عن إحداث الفتنة في شمال شرق سوريا التي تم وأدها بوعي الشعب وتكاتفه، لجأوا إلى إشعال الفتنة في جبال كردستان وقاموا بمهاجمة مناطق من جنوب كردستان، مناطق الدفاع المشروع، ولا سيما مخيم مخمور الذي يقيم فيه المدنيين الفارين من بطش الدولة التركية وقمعها. لقد شن الاحتلال التركي المزيد من الغارات واستخدم كافة أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، مستغلا تعاون حكومة إقليم جنوب كردستان والتي تسمح لها بذلك على أراضيها في ظل الصمت الدولي المقيت. ولكن المقاومة البطولية من قبل مقاتلي الحرية أفشلت جميع مخططاتها التي تستهدف الكرد وجميع شعوب المنطقة. إن سياسة المحتل التركي هي الإبادة وضرب الاستقرار في شمال شرق سوريا ومعاداة الكرد وجميع شعوب المنطقة، لذلك تمارس حربا لا أخلاقية ضد الشعوب التي تطالب بحقوقها في العيش الكريم. طالما أن هناك مدافعون عن الأرض والحقوق ولن يتنازلوا عنها مهما
والأمنيات، فالثقة بالنصر تزداد يوما بعد يوم، وقرارنا هو المقاومة والدفاع عن المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء. الرحمة والخلود لشهداء